صوتا بالخير صباحا متابعيني الأعزاء. مع قطرات المطر التي موجودة في سماء صنعاء، ومع همسات العصافير التي تزقزق في كل مكان، أسعدكم بالخير صباحا. سأحكي لكم اليوم على قصة سعاد وأمها. سعاد فتاة يمنية كانت تحب أمها وكانت تعيش معها في السعودية. جاء لها نصيبها أنها تزوجت وعاشت في اليمن، بينما أمها لم تستطيع أن تعود إلى اليمن، وذلك لأنها قد أقامت في السعودية هي وزوجها وولدها الكبير. سعاد أنجبت في اليمن وعاشت 5 سنوات منقطعة عن رؤية أمها. حاولت سعاد أن تصل إلى أمها بأي طريقة، فقررت أن تجمع المال وأن تبيع ما لديها من ذهب حتى تصل إلى أمها، وقررت في 2019 الذهاب إلى السعودية لكي تشاهد أمها، فقد امتلأ قلبها بالحنين إلى أمها. هذه الامرأة الجميلة الطيبة التي كلماتها كلها حبا في حب الغالية بنتها. طبعا جمعت المال وتدينت المال أيضا حتى تشتري لأمها مفاجآت وأشياء من اليمن. فقررت السفر في رمضان، وذلك لأنه شهر الخير وشهر العمرة وشهر الجمال والدعاء. إلا أن المال كان قليلا جدا، لأن كان الوضع في اليمن سيء، حروب ومشاكل داخلية، يحتاج كل شيء إلى الضعف. لم تكن ولم تيأس سعاد من تدبير المال، إلى أن حان اليوم الذي قالوا لها هيا بنا نسافر زوجها. فعندما وصلت إلى نقطة تفتيش ما بين اليمن والسعودية، وقفوا زوجها وقالوا له ممنوع الدخول ورجعوه. رجع قال لها خلاص أنت تدخلي أنت والبنات، وأنا بنتظرك في اليمن إلى حين عودتك. فقالت هي طيب أنت ارجع، وحاولت تتصل مع أخوها عشان يجي لها للمنفذ ويأخذها. وفعلا الحمد لله استطاع أخوها أن يصل للمنفذ ويدخلها إلى السعودية. وكانت أم سعاد من الفرح تريد أن تصل إلى سعاد إلى المنفذ هي وأبوها لكي يفاجئوها. وفعلا اتفقت أم سعاد على أنه ابنها يروح لهناك يأخذ سعاد، وهي وأبوها سوف يصلون بعدهم إن شاء الله. طبعا سعاد في قمة الفرح لأنها شاهدت أخوها وحضنته وقالت كيف أمي؟ قال إنها بخير ومشتاقة تشوفك. وهي في البيت وكذا قالت طيب يلا نتحرك الآن. تحركت ووصلت توصل طبعا، وأم سعاد قامت وهي وأبوها مستعجلين يوصلوا قبل أن تصل سعاد. في الطريق كانوا ماشيين على خط طبيعي، فجأة تجي سيارة مسرعة فيها رجل مش طبيعي كان شارب شيء يدخل ويصدم أبو وأم سعاد. تنقلب السيارة عليهم الاثنين. تجي دوريان من السعودية يمسكوا الرجل الذي صدم شكله مش طبيعي ويشوفوا السيارة الثانية، إلا وأن الاثنين اللي داخل السيارة قد انتهت حياتهم. سعاد وابنها سعاد وأخوها بالطريق، يتصل الأخ إلى الأب والأم ما فيش أي استجابة. فجأة يتصلوا للرقم الموجود على تليفون الأب، اسمه محمد. ألو محمد؟ نعم. هذا التلفون من؟ قال هذا تلفون أبي. قال أبوك وأمك الآن عملوا حادث في الطريق وماتوا. وقف محمد وسعاد أمامه مندهش، ماذا أقول لسعاد وماذا أقول نفسي؟ وهنا كانت الصدمة.
سعاد أبي وأمه مات، أبي وأمه في الطريق إلينا كانوا وانصدموا بسيارة وماتوا. سعاد إيش بتقول يا محمد؟ محمد إيش بتقول؟ أصوات البكاء وأصوات الصياح تغزو كل صوت. سعاد تجن، سعاد تجن، نعم. هذه قصة سعاد الأليمة التي جعلتها بدون وعي إلى يومنا هذا، فقدت روحها لحظة دون أي شيء. هذا هو القدر وهذه المشيئة. أعان الله سعاد وأنزل على قلبها الصبر. تحياتي للجميع.